بسم الله الرحمن الرحيم. لايف جديد واخر المستجدات على الساحه الرياضيه. قناتنا على اليوتيوب دينامو الملاعب، صفحتنا على الفيسبوك هاني عصام. دايما اتشرف ان انا اكون موجود معاكم وبنتابع كل الجديد اول باول. الاهلي خلص حوالي 70 ل 80% من صفقاته في ميركاتو الشتاء، بيضع الرتوش الاخيره على بعض الصفقات الاخيره ليه، طبعا على راسها مركز المهاجم اللي النادي الاهلي لسه ما خلصوش لحد دلوقتي. هو بالنسبه لي من اهم المراكز والتدعيمات اللي جمهور الاهلي مستنيها. خلي بالك جمهور الاهلي دلوقتي مستني المهاجم، عايز حته تقيله، عايز فرده جامده. خلاص الموضوع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي حاجه زي وسام ابو علي. النادي الاهلي بيدور على كده كواليتي. وسام ابو علي لازال شبح وسام ابو علي يطارد الاهلي. رحيل وسام ابو علي اثر على النادي الاهلي، مفيش بديل جه بنفس كواليتي وسام ابو علي. ده اللي مخلي النادي الاهلي عايز حاجه كويسه، عايز نجم يكون كبير. الاهلي الساعات الماضيه وزي ما نزل موقع يلا كوره انهى صفقه هادي رياض. يعني الاتفاق ما بين الاهلي وما بين هادي رياض تم. يتبقى بس رتوش بسيطه ما بين الاهلي وما بين بتروجيت، لكن اخر الصفقات هادي رياض. هنسمع هادي رياض ينضم الى صفوف النادي الاهلي. زي ما بقول لك خلاص الاهلي خلص معاه كل شيء، يتبقى الاتفاق او رتوش بسيطه ما بين الاهلي وما بين بتروجيت. ناس كتير بتسال هو مش الاهلي جاب عمرو الجزار، ليه الاهلي جاب هادي رياض كمان؟ الاجابه ان النادي الاهلي يبدو ان هو حاسس ان عنده مشكله في خط الدفاع. لعيب واحد بس مش كفايه. انت مشيت كمان بالمناسبه مصطفى العش، رحل عن النادي الاهلي وانضم للنادي المصري البورسعيدي على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم. فالاهلي لا، انا عايز عمرو الجزار وعايز هادي رياض كمان. هتيجي تبص على الساحه هتلاقي هما الاثنين المدافعين، احسن الاثنين مدافعين اللي موجودين في بطوله الدوري. وبالنسبه لي صفقتين مهمين للنادي الاهلي. ممكن تسال تقول طب الخلاف ما بين الاهلي وبتروجيت ممكن يؤدي ان الصفقه ما تتمش؟ لا، يعني الاهلي الخلاف بسيط ما بين الناديين. الاهلي بيحاول يخلص الصفقه الساعات الجايه وانضمام اللاعب الى صفوف النادي الاهلي. كده يوسف بالعمري خلاص، احمد عيد الظهير الايمن النادي المصري البورسعيدي خلاص، الاثنين في النادي الاهلي. عمرو الجزار خلاص. هادي رياض هنسمع خلال الساعات اللي جايه خلاص. مروان عثمان مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا خلاص. هنتكلم بصراحه، كتير من جمهور النادي الاهلي شايف ان الميركاتو للاهلي عامله لعيبه كويسه بس مش سوبر ستار. يعني كواليتي اللعيبه اللي الاهلي جايبها كويسه، لكن مش الجمهور النادي الاهلي في ناس شايفه مش سوبر ستار. اللي انا بالنسبه لي اللي هيقفل اللعبه بالنسبه للاهلي في الشتاء ان انت تجيب مهاجم تقيل، تجيب مهاجم جامد. خلي بالك دايما في لعبه الصفقات انت ممكن تجيب مثلا اسمين كويسين مع لعيب واحد مع اسم جامد جدا سوبر ستار. الزمالك مشكلته لو تيجي تسالني في ميركاتو الصيف ما جابش، يعني الزمالك جاب 10 لعيبه مثلا. ال10 لعيبه كان لازم 3 منهم تقال. يعني ايه 3 تقال؟ يعني مثلا كريم بركاوي، عادل بولبينا، ترجع اشرف مثلا، يعني اشرف بن شرقي، حاجات 3 اسماء وتحط جنبهم مثلا اللعيبه الواعده الصاعده الجميله اللي انت عايز تجيبها. فاللي هيقفل اللعبه بالنسبه للنادي الاهلي ان انت تجيب له لعيب مهاجم تقيل. والحقيقه ان كل الاسماء اللي تم تداولها الساعات الماضيه مفيش حد منهم عادل بولبينا. هضرب المثل بعادل بولبينا، ان انا اجيب اسم مصنف وسوبر ستار والناس كلها عارفاه فاجيبه اتعاقد معاه. لا، كل الاسماء مش عارف مين في الدوري الصربي، مش عارف مين من الدوري، مش كده. وعلى فكره ده مش غلط، عادي. ليه؟ ما انا ممكن اجيب اسم جامد جدا. وضربت لك مثلا بيراميدز لما جاب ايفرتون اللي كل السوشيال وكل الناس كانت بتتكلم عليه، جه ما عملش حاجه. جه ايفرتون مع بيراميدز ما تركش بصمه، ما حسيتش ان بيراميدز جاب ايفرتون. انا استغربت حتى ان الاهلي معقوله الاسم ده الاهلي كان بيفاوضه وعايز يخلص فيه والناس كلها كانت بتتكلم وهيجي وهيعمل، بس المردود داخل المستطيل الاخضر ما حسيتش ان في حاجه بوم حصل. لا، لعيب عادي في الاخر.
هنشوف الساعات الجايه وتحركات النادي الاهلي يخلص صفقه المهاجم. اسعد خبر لكل جماهير نادي الزمالك قبل ماتش المصري البورسعيدي هو صرف جزء من المستحقات المتاخره للعيبه نادي الزمالك ما بين شهر وما بين شهرين، زي ما اكد كمان موقع القاهره 24. لكن دي نقطه مهمه جدا، لان اللعيبه كانت واخده وعد بصرف جزء من مستحقاتها قبل ماتش المصري في الكونفدراليه يوم الاحد الجاي. الناس كتير قوي بتسال وجالي اسئله كتير، هو الزمالك جاب فلوس منين؟ الزمالك وفر 52 مليون جنيه بالتحديد الفتره الاخيره. 40 مليون جنيه ال 40 مليون جنيه جم من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك كقروض حسنه. يعني ايه؟ تبرعات وقروض حسنه. و12 مليون جنيه جم مساهمه من بعض المحبين لنادي الزمالك. جزء راح لالعاب الصالات، والجزء الثاني راح صرف جزء من مستحقات لعيبه نادي الزمالك. خلي بالك لعيبه نادي الزمالك انت بتتكلم لهم 7 8 شهور، اللي اتصرف شهر ولا شهرين، فيا دوبك عارف انت تبتدي تشم النفس شويه. وكان لازم اللعيبه تاخد اي فلوس اي جزء قبل ماتش المصري. كان صعب ان انت بعد فتره التوقف الطويله دي ترجع تاني على نفس اللي نمت فيه صحيت فيه خالص. ما ينفعش، لازم اي نوع من انواع التحفيز والدافع للاعيبه نادي الزمالك قبل ماتش المصري. من الحاجات الحلوه اللي حصلت كمان عوده احمد حمدي للتدريبات الجماعيه، وانا قلت لك الساعات اللي فاتت ان الكابتن معتمد جمال هو حلقه الوصل، واللي هو بيقود المحاولات بقوه لعوده احمد حمدي والصلح بينه وما بين اداره الكوره في نادي الزمالك. وده اللي حصل فعلا الساعات الماضيه، والكابتن خالد الغندور بينام اكد عوده احمد حمدي للتدريبات الجماعيه لنادي الزمالك وانتهاء ازمته مع اداره الكوره. انا بالنسبه لي مهم جدا، احمد حمدي انسب بديل بعد تاكد رحيل ناصر ماهر. ما ينفعش ان انا ببيع ناصر ماهر وبعاقب احمد حمدي، لا غلط، لا غلط. ببيع ناصر ماهر يبقى في بديل، ناصر ماهر يبقى موجود، احمد حمدي يبقى موجود، عبد الله السعيد يرجع. بس للاسف الزمالك عنده غيابات كتير في ماتش المصري. عبد الله السعيد ودونجا واحمد ربيع ومحمود جهاد مش جاهزين، عمر جابر فتوح مش جاهزين. الجهاز الطبي لنادي الزمالك والجهاز الفني بيحاول اي حد منهم يجهز قبل ماتش المصري، تجهيز اي حد منهم. لكن كاصابه لا، في مشاكل. اللعيبه مش جاهزه الحقيقه، مش مشاكل يعني في حاجه، لا انا بقول لك كجاهزيه لا، اللعيبه لسه مش جاهزه الحقيقه، عندهم اصابات. بس ان شاء الله ان شاء الله بعد ماتش المصري ممكن ناس منهم تلحق ويكونوا موجودين وجاهزين ويلعبوا الماتشات اللي جايه. لكن انا بالنسبه لي ماتش المصري مهم جدا جدا، خصوصا ان المصري عامل صفقات حلوه وعامل شغل حلو من بدايه الدوري، والمصري عارف كويس جدا قيمه الماتش ده بعد التوقف. لو عملت نتيجه ايجابيه الدفعه المعنويه ليك في باقي المشوار على الكونفدراليه وبطوله الدوري كمان، خلي بالك. فالماتش بالنسبه للفريقين مهم جدا، لكن الغيابات عند نادي الزمالك كتير وكبيره ومؤثره، مشكله بصراحه. يعني الزمالك دلوقتي كمان عنده السكواد، خلي بالك. اللعيب اللي بيغيب يعني البديل بالنسبه له في نفس الكواليتي ما بحسش، لان سكواد الزمالك في لعيبه كبيره ولاعيبه محترمه وفنيا عاليه، بس سكواد مش مرعب. سكواد الزمالك مش مرعب، نتكلم بصراحه. في فرق ما بين سكواد وسكواد مرعب. لكن انا ممكن ارد عليك في نفس المشهد، خلي بالك سكواد النادي الاهلي مخيف. بس الاهلي هتيجي تتكلم، الاهلي طلع من كاس مصر، طلع من كاس عاصمه مصر، الاهلي فين بينافس في الاخر الدوري ودوري ابطال افريقيا. يعني مش مثلا محتكر كل البطولات زيه زي الزمالك، بالعكس الزمالك لسه مكمل في كاس مصر وممكن يفنش وياخد كونفدراليه. فده التحرك دلوقتي جوه نادي الزمالك، صرف جزء من المستحقات تحفيز اللعيبه قبل ماتش المصري. بيراميدز داخل في مفاوضات مع لاعب برازيلي جديد، بيدرو. ده كان محترف في الدوري الصيني، دلوقتي هو مش مرتبط باي عقد. وحتى تابعت الخبر، المواقع الساعات اللي فاتت، وموقع في الجول كمال نشر، موقع في الجول هو اللي نشر الخبر ان مفاوضات نادي بيراميدز مع البرازيلي بيدرو هنريكي. ده محترف في الدوري الصيني، عقده خلص، بيراميدز دخل في مفاوضات معاه. وعجبني بيراميدز، عجبني بيراميدز. في لعيب فيستون مايلر قرب يمشي وشكله كده مش هيجدد، فاجيب ايه؟ ابتدي ادور على حد جديد ومهاجم جديد. حلو قوي ان انت من بدري
بتشوف احتياجاتك ايه، اللعيبه اللي ممكن تمشي ايه، ابتدي اتحرك اشوف انا عايز المركز ده، اجيب لعيب اتنين، حامد حمدان ده، وليد الكارتي ده، بلاتي توريه ممكن حد منهم ما يبقاش موجود فابتدي اجيبه، نصر ماهر يبقى موجود، رمضان صبحي مش موجود، وابراهيم عادل موجود. خلي بالك ناس كتير قوي بتسال هو نصر ماهر هيلعب؟ نصر ماهر هيلعب في بيراميدز، هيلعب وهيلعب كمان. بيراميدز جايب نصر ماهر حته لعيب الكوره اللي يجي لي ويقف على الكوره في وسط الملعب، عارف انت اللي هو الايه، الحته الرايقه بتاعت وسط الملعب. بعد ابراهيم عادل ورمضان صبحي بيراميدز عنده مشكله في الحته دي، ونصر ماهر يتناسب مع طريقه لعب بيراميدز جدا، ونصر ماهر عايز الجو ده. الراجل خلي بالك عايز ياخد فلوسه بشكل مستقر، مفيش ازمات ماليه، الحاجات دي كلها بتفرق مع بعض لعيبه الكوره وبتفرق جامد كمان. فناصر ماهر الجزء ده هيخليه يلعب وهو رايق، هيخليه يلعب وهو رايق. فناصر ماهر انا متوقع الصفقه تتم، هيلعب اساسي مع نادي بيراميدز. انا متوقع ان ناصر ماهر هيكسر الدنيا مع بيراميدز. مستقبل بعض الاجانب في بيراميدز لحد دلوقتي لسه، يعني فيستون مايلي ما جددش، والاغلب ان فيستون مايلي لن يجدد تعاقده. خليك فاكر اهو، فيستون مايلي لن يجدد تعاقده مع نادي بيراميدز. لو كان عايز يجدد كان جدد. خلاص احنا خلصنا واحد داخلين على شهر 2، عنده اكتر من عرض خليجي ورواتب وارقام ماليه اكبر اساسا من اللي بياخدها مع النادي مع بيراميدز. وربما الامور الماليه دي كانت سبب ان هو ما يروحش النادي الاهلي. الاهلي عشان يجيب فيستون مايلي لا، هيدفع رقم كبير، هيدفع رقم كبير والراتب بتاعه كبير. هو خلاص انت ممكن بتقول ده صفقه انتقال حر وكل حاجه، بس ماشي. كبيراميدز نفسه هو مش عارف يجدد له، هو راجل عنده ليميت معين وسقف معين في الرواتب مش هيقدر يزيد عنه، مش هيقدر يزيد عنه. انا بصراحه زعلان، ونفسي نفسي 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 فيستون مايلي يكمل في الدوري المصري. يعني عامل زي اسامه ابو علي، اللي هو احنا كل كام سنه بنجيب لعيبه ومحترفين اجانب حلوين زي دول. مش يعني لعيبه طب اسامه ابو علي اتقيد كلاعب مصري بس في الاخر فلسطيني، مش مهاجم مصري. فانا شايف ان اللعيبه الاجانب دي كل فين وفين لما بنلاقي حته حلوه زي دي، حته حلوه زي دي. هنشوف الساعات الجايه ايه اللي هيحصل فيها. ان شاء الله هنكون معاكم في لايفات كتيره وجديده الايام اللي جايه، وهنتابع معاكم كل الجديد اول باول. شكرا.